السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ كي دايره اموركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا ربي. كدرتوا مع هاد الصهد والحراره مع هاد الجو هذا؟ ايوا الحمد لله يا ربي، الله يدوز كلشي على خير. ما يمكنش يجي عيد الاضحى وما نشاركش معكم شي هوه من شهواته. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم اللحم في الكوكوط اللي كيجي روعه، محمر ومجمر ولذيذ بزاف 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 كيف ما كيبان لكم. وواحد الخضيره بلا ما نحتاجو نسوطيوها بواحد التتبيله كتجي محمضه وبنينه. دوزو المقادير وكيفيه التحضير ان شاء الله. صافي هنايا عندي البطاطا وعندي الجزر وخيزو اللي قطعتهم هكا مكعبات ودرتهم هنا في كاسرونات، وغادي ندير لهم شويه الملحه وغادي نديهم يتسلقوا. وعندي هنايا الدنجال اللي غادي نديرو باش يتبخر. بالنسبه للخضار ديروا اللي متوفر عندكم، انا هادشي اللي متوفر عندي هو اللي درته بصراحه الله. عندي الدنجال، الخيار، شنو سميتو عفوا البطاطا والخيزو، وعندي البربره درتها كتسلق حتى هي. صافي درت البطاطا وخيزو يتسلقوا، وهنايا الدنجال غادي نفلحوه هكا كيف ما كيبان لكم على 3 بهذا الشكل هذا. انا دائما كنخدم بداك الشيء اللي متوفر عندي في الدار. وبالنسبه لعندكم اللوبيا اللي عندكم ضيفوها نتومايا. صافي هنا غادي نقطع هكايا الدنجال هكا كيف ما كيبان لكم. قطعته هكا على 3 من بعد ما نقيته وغسلته هكا مزيان وخليت له داك الرويص هكا شويه. صافي هنا غادي نقطعو ونديروه في الكسكاس ونديروه باش يتبخر. ندير الخضار هي الاولى نرجع للحم. صافي هنا غادي ناخد شويه الملحه وكنرش هكا مليحه من الجالكه باش ما كيجيناش باسل، باش ملي كنديروه يتبخر ما كيبساش. رشيت له هكا شويه الملحه من الداخل هكايا، وغادي نديرو في كسكاس وغادي نديه فوق البوطه يتبخر. صافي هنايا عندي اللحم كيف ما كيبان لكم راه مكونجي مجمد، يلا جبدته. المهم غير حضروه هكا مكونجي بلا واخا يجيكم شي حد على غفله، راه كيجي بنين بزاف واخا ما يكونش مطلوق. عندي هنايا راس الملعقه صغيره ديال نصف ملعقه صغيره عفوا ديال الثومه بودر. عندي معلقه صغيره ديال الكمون ومعلقه صغيره ديال القزبر حبوب، نصف ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود او الابزار، وعندي الملحه، وعندي تما واحد الكاس ونص د الماء. ضفت كاس وغادي نزيد نص من بعد. بالنسبه للحم ديروا الكميه على حسب افراد الاسره وعلى حسب الرغبه. المهم انا درت هاد الجهه هاد الجهه ديال السنسول. المهم ديروا جهه الفخذ، المهم ديروا اللحم اللي متوفر عندكم. صافي هنا خديت الكوكوط وضفت ليها هكايا الكميه ديال اللحم اللي عندي، وغادي ندير ليها هاد التوابل هادو. وعندي هنا واحد 3 ديال الفصوصه ديال الثومه حتى 4 اللي غادي نرميهم هكاك صاينين، راه ما حطيتهمش، هما غادي يبانوا في التصوير من بعد. صافي هنا التوابل كنخلطهم مع بعضياتهم وكنضيفهم هكا على اللحم كيف ما كيبان لكم. كنرشهم هكا على اللحم. هاد اللحم كيجي بنين بزاف، واللي زوين فيه كتوجدوه كتسدوا عليه وكتخليوه تمشيو تقضوا شغلكم. صافي غادي نضيف داك الكاس ديال الماء. غادي نزيد واحد نصف كاس اخر باش نخلي اللحم يطيب لي على خاطرو، باش كيجينا اللحم افتي. انا راه زدت نص كاس كيف ما كيبان لكم، واخا عمرت كاس راه زدت غير النص. صافي غادي نسد هكايا كوكوط وغادي نوضع عليها الصفاره ونديها فوق البوطه وعلى عافيه تكون مهيله. كنشعلوا عليها البوطه مجهده في الاول حتى كتبدا كتصفر. فوا كتبدا كتصفر كنقص عليها البوطه. انا غادي نوريكم هنا بعدا. كاينه كنت نسيت الثومه حتى كندور عاد كنلقاها راه حدايا فواحد الطبيصيط، عاد غادي نضيفهم هنا واحد 3 حتى 4 ديال الفصيصات ديال الثومه اللي غسلتهم هكا بالقشره ديالهم، وغادي نلوحهم هكايا. كيعطيو واحد المذاق زوين بزاف. هاد التويمات هادو كيعطيو واحد الطعم رائع وما كيبقاوش باينين اصلا، راه كيذوبوا، وما كيبقاوش كاع باينين مع اللحم. صافي هنا غادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء. صافي هنا غادي نضيف هكايا اللحم
غادي ندير الصفاره وغادي نديها فوق البوطه، وغادي نجهد عليها في الاول البوطه، ومن بعد شوفوا راه غادي نردها شمعه نتوما، وغادي نخليها على خاطرها. مره كندوز كنحرك هكايا الكوكوط ديالي، مره كنديها ونجيبها بهذه الطريقه هذه، باش هكا ما كيلصقش لينا اللحم في القاع ديال الكوكوط، وكنخليه حتى كيطيب على خاطره. صافي هنا من بعد ما طاب اللحم ديالنا غادي نفتح عليه الكوكوط، وغادي تشوفوا ها نتوما كيتبخر داك الماء اللي كنديرو فيه، كتبقى غير واحد بحال الزويته ديال اللحم كتطلق. صافي هنايا غادي ندوز نتبل هكايا الدنجال والخضر ديالي. صافي هنا غادي نصايب واحد التتبيله اللي غادي ندير بها الخضر ديالي كامله الا الباربه. غادي ندير لهنايا شويه ديال المعدنوس، انا عندي قزبر ومعدنوس مقطعين، دوزتهم في الهاشوار، هما اللي غادي نصايب بهم واحد التتبيله كتجي بارده وكتجي منعشه الخضيره. انا غادي ندير واحد الكميه هكا معقوله ديال الشرموله كيف ما كيبان لكم، لان غادي ندوز فيها حتى الدنجال والبطاطا والجزر او خيزو. صافي غادي ندير واحد الكميه ديال 4 كاس ديال الخل، انا درت عيني ميزاني نتوما عبروا بالكاس، واحد 4 كاس ديال الخل. وغادي ندير هنايا واحد 4 كاس فايت شي شويه ديال الزيت، يمكن لكم ديروا حتى زيت الزيتون، ولكن دابا حيت الحال سخون من الاحسن كتكون شويه قاصحه في الماكله ديالها زيت الزيتون، واللي كيبغيها يديرها واللي بغى يخلطهم يخلطهم. انا اكتفيت غير بزيت المائده. عندي هنا معلقه صغيره ديال التحميره عامره مزيان او بابريكا، عندي هنايا الملحه. الخضر سلقته هكا درت غير نص معلقه ديال الملحه، لان الخضر سلقته بشويه الملحه، وحتى الدنجال شفتو درت فيه الملحه. هنايا درت الكمون، حاولوا ما تكثروش الكمون بزاف لان كيعطي المروره. درت واحد القياس ديال المعلقه هكايا صغيره، راه زدت شويه كيف ما كيبان لكم. صافي هنا غادي نخلط مزيان. درت هنايا زدت هذيك اللي بانت لكم في القرعه، هذيك راه السودانيه. درت رشه ديال السودانيه، انا مبغيتش نكثر الحار لان عندي ديك السودانيه حاره جدا ديروا. ودرت واحد القياس ديال واحد نصف ملعقه صغيره. صافي غادي ندير البطاطا ديالي في هاد الاناء هذه، وغادي ندير لها واحد المعلقه هكا ديال الشرموله، وغادي نخلطها هكا مزيان. هنا مع البطاطا راه من بعد ما سلقتها راه صفيتها وخليتها حتى بردات، درت لها خبزت عليها الماء بارد وخليتها حتى بردات شويه باش هكا من نخلطوها ما كتعجنش ليا. وبالنسبه للجزر حتى هو درت ليه هكا واحد المعلقه ديال الشرموله. هكا هاد الخضيره كتبقى معنا، خصوصا مازال البطاطا راك تعرفوها ما كتبغيش طول، ومن الاحسن ما تخليوهاش طول في الثلاجه. اما بالنسبه للجزر والدنجال خليوه يبقى عندكم شحال ما بقى. بالنسبه للدنجال كيبقى حتى اسبوع، وبالنسبه للجزر واحد 3 ايام او يومين الا بغيتو تخليوه في الثلاجه. صافي هنايا من بعد ما دوزت الجزر غادي ندوز الدنيجلات ديالي هكايا كنعمرهم من الداخل بديك الشرموله، وغادي نخليهم هكا يبرد على خاطرو. غادي ندير هنايا الباربه اللي درت ليها واحد البصيله هكا صغيره شلطتها، درت ليها مليحه، ودرت ليها شويه ديال البزار وشويه ديال الزيت وواحد شويه الخل وشويه القزبر والمعدنوس، وغادي نخلطها. هاد الشليضه راه دائما كنديروها معكم، شليضه بارده ومنعشه. صافي هنايا حان وقت التقديم. ناخذ الطبسيل او البلا اللي غادي نقدم فيه الغدا ديالي. هنا درت الخس اللي مقطع، هنا درت هاد الطبيصلات هادو او بحال شكل وريقات، غادي نحط فيهم هكايا الدنجال كيف ما كيبان لكم. بالنسبه للتقديم قدموه بالطريقه اللي بغيتو. انا غنقدم هكا كل دني يجي لي هكا في هاد لي بلا هادو، في هاد الطبيصلات هادو او وريقات الشجيره، وغادي ندير هكايا الخضيره بهاد الطريقه. المهم العين كتاكل قبل ما ماشي ضروري يكون عندنا شي واحد، غير وليداتنا كنفرحوهم هكا وصافي. صافي غادي ندير هكايا البطاطا والجزر ودوك القنات الاخرين غادي نحط فيهم الباربه. صافي وغادي نحط اللحيمه ديالي لداخل هكايا في الطبسيل في الوسط.
وهذيك الخضيره اللي بقات ليا وشلاضه وداكشي درتهم هكا في طبيصلات. اللي بغى يزيد، انا لاحظتو كنكثر البطاطا لان كنبغيوها بزاف. كتعرفوا البطاطا هي محبوبه الجماهير. صافي هنا شوفوا اللحمه كيفاش كتجي محمره، شوفوا عن قرب كيفاش كتجي محمره وطايبه الزبده. وشوفوا هنا الخضيره كتجي بنينه بهذه الطريقه هذه، بهذه التتبيله كتجي رائعه بلا ما تحتاجوا لا تشحروها لا حتى شي حاجه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. كنتمنى منكم تجربوه. وسمحوا لي جا معطل لان راه صورت الفيديو قبل، غير اللي دوروا فين ما دخلت ليش الصوت. ايوا غادي نخليكم، خليت لكم الراحه وبسلام عليكم.